سكن يتقدم، تلعب إلى وهبي خزري. 4 3 2 1. في آخر دقائق المباراة العيدوني المساكني للخزري. إذا سجل الخزري أيضا ثلاثية ضد المنتخب الإنجلتري فوقتها يجب عليكم أن تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب. هل هو سيكون الهدف الرابع من وهبي خزري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من قناتكم معاذ PS جيمنج. اليوم سنلعب دور 16 والربع النهائي. فدور 16 سيكون ضد المنتخب الليفاندوسكي نسبة إلى اللاعب ليفاندوسكي الذي يلعب فيه. كما ترون فأنا صديقكم أينشتاين. وضعت اللغة إلى العربية أمس فقط بعد أن شاهدت فيديو أحد من أصدقائي اسمه إيرث جيمر. إذا كنت لا تعرف قناته فأنصحك أن تذهب وتراها. سأضع الرابط في الوصف إن شاء الله. منتخب بولندا أو هولندا كلها نفس الشيء. أنا قلت نلعب ضد منتخب بولندا لأن فرنسا فعلت في كأس العالم الحقيقية، وكما تعرفون فنحن كنا الأولون عندما لعبنا المرة الفارطة. فرصة رائعة من اللاعب إلياس الشكيري، لكن لا، معلول يلعبها للطالبي لكن تخرج. ساكني يتقدم. الهدف الأول من اللاعب يوسف المساكني. عدلنا من بداية المباراة، يعني تبدأ في الدقيقة 50. في الدقيقة 52 بدأت في الدقيقة 45. هاي كلاسون يتقدم، يعطي لبينغوس، يسترجعها كلاسون، يعطي لبيرجوين. اسمه ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله. معلول يحاصر اللاعب الذي يتقدم بالكرة. هل هو ليفاندوسكي؟ لا، بورغوس. يعطي لكلاسن. يسدد لكن إلى خارج المرمى. سأحاول أن أضع الكرة في شباك حارس المرمى. فان دايك، كلاسن. أو تعرفون ماذا؟ نحن من المفترض أننا نلعب ضد بولندا، فلذلك لا أعرف الأسماء. سأقول فقط أسماء فريق تونس. ساس يتقدم، يعطي للسليتي. المرة الفارطة سجل، يعني ما شاء الله، لكن للأسف لم يسجل الآن. لكن ضربة ركنية تلعب إلى وهبي خزري يسدد. الهدف الثاني من اللاعب وهبي خزري. كما ترون عندما يقال المنتخب التونسي يقال وهبي خزري، فهو أقوى لاعب وأشهر لاعب في المنتخب التونسي ما شاء الله، يعني 102 حتى إذا كانت من التدريب، لكن لا بأس ما شاء الله. وقبل قليل أيضا رأيت في الخزري فقوته في التسديد من بعيد، يعني خمنوا. لديكم 10 ثواني للتخمين، واكتبوا العدد الذي تتصورونه في الكومنتات. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حسنا، هذه قريبة لكن لا بأس. فرأيتم العدد 102، أضيف إليه 22. نعم، 124 في التسديد من بعيد. ولهذا سألعب قليلا بدل أن أكون المعلق، وسأحاول التسديد من بعيد لنرى هل هذا رقم صحيح أو لا.
يعطي للخزري، سليتي يعود إلى الوراء بغباء، المساكني يتقدم، المساكني وخارج المرمى، خارج الملعب آسف. المباراة القادمة إن شاء الله إن ربحنا، ونحن سنربح بالتأكيد، ستكون ضد المنتخب الإنجليزي. شكيري يتقدم، هل يمكننا تسجيل الرابع في آخر دقائق المباراة؟ العيدوني للمساكني، المساكني للخزري، الخزري ثلاثية من الخزري في هذه المباراة، ثلاثية من الخزري في هذه المباراة، ثلاثية ما شاء الله على الخزري. إذا سجل الخزري أيضا ثلاثية ضد المنتخب الإنجلتري فوقتها يجب عليكم أن تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب. هل هو سيكون الهدف الرابع من وهبي خزري؟ لا، المساكني، لكن هدف، أظنه الهدف الثاني لمساكني وثلاثة لخزري. كما قلت إن سجل الخزري ثلاثية ضد المنتخب الإنجليزي فيجب عليكم حينها أن تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب. ها قد صفر حكم المباراة ليعلن عن انتهاء المباراة. نعم، عمل ناجح في دور 16. الآن سنلعب ضد المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي، وهو سيكون هنا المنتخب الأرجنتيني، فإذا فزنا عليه فإن لدينا حظوظا كبيرة أن نفوز. الأرجنتين، منتخب الأرجنتين، الأرجنتين متقدمة علينا بواحد إلى شيء، لكن هذا سيتغير. كما قلت هذا منتخب الإنجليزي، لنرى هل ميسي، مارتينيز ودي ماريا، لنرى هل يمكن لوهبي خزري تسجيل الثلاثية، وبذلك فيجب عليكم تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب. هيا نتابع. العيدوني يتقدم بسرعة، يعطي للمساكني، المساكني يعطي للعيدوني، العيدوني يعطي للساسي، الساسي يعطي للخزري. الهدف، هل هو سيكون الهدف الأول؟ ألم أقل لكم أنه 124 فقط، قليل وكانت ستكون هدف. اللاعب دي ماريا، دراجر يعطيها لمساكني، يوسف مساكني يتقدم يوسف مساكني، يعطي الخزري. الهدف الأول من خزري، الهدف الأول من اللاعب وهبي خزري في الدقيقة 58 وما زال 30 دقيقة. الله الله على الخزري، مساكني يتقدم ويعطي للخزري والهدف الأول. مارتينيز يعطي دي ماريا يعطي لدي بول، تعود إلى مارتينيز، يعطيها إلى دي بول لكن ياسين مرياح. شكيري يعطي لدراجر، يعيدها للساسي. الخزري يعطي للسليتي، السليتي يعطي لعلي عيدوني، علي عيدوني يعطي للخزري. الهدف الثاني، الهدف الثاني يا أصدقائي بعد فقط 5 دقائق. إن وهبي الخزري رجل بكل معنى الكلمة. لحظة، ماذا أقول؟ كل التونسيون رجال، كلهم، من ياسين مرياح إلى وهبي خزري، كلهم رجال. محاولة رائعة لكن مفتكة من الدفاع التونسي. الساسي يتقدم، هل سيكون الثلاثية من الخزري؟ الساسي يعطي الخزري، الخزري يتقدم في مواجهة الجول، الهدف الثالث من وهبي خزري.
في 19 دقيقة ثلاثية من وهبي خزري. ها قد حسم الأمر، يجب عليكم ضغط زر اللايك والسبسكرايب. الآن لنرى، هل بإمكان وهبي تسجيل المزيد، أو سيعود المنتخب الأرجنتيني، أو ستبقى النتيجة هكذا، أو سيسجل المساكني أو السليتي، أو احتمالات كثيرة موجودة في اللعبة.